وصفة الحمام بتاعي اللي كل الناس بتسألني عليها: معلقتين كبار من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت، بشوح فيهم بصلاية كبيرة مفرومة في الكبة، وبحب اديهم لون عشان ده اللي بيدي لون للرز بعد كده. كبد وقوانص الحمام بقطعها واتبلها بشوية فلفل اسود وشوية بهارات. هشوحها مع البصل على نار عالية لحد ما لونها يتغير، وبعدين هضيف لها الرز. مقدار الرز بيبقى كل 4 حمامات بياخدوا كوباية كبيرة من الرز اللي هي تقريبا ربع كيلو، وبنقع الرز قبلها بنص ساعة عشان يظبط معايا في التسوية. وعلى حسب كمية الرز بضيف له التوابل. لكل كوباية رز بضيف معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من البهارات، وأقل شوية من ربع معلقة من القرفة. هشوحه على النار لمدة 5 دقايق، وبعد كده أسيبه يبرد عشان أبدأ أحشي بيه الحمام. بكون غاسلة الحمام ومصفياه كويس جدا وبنشفه بمناديل من جوه عشان ما يبقاش فيه أي دم. ببدأ أحط الرز من البطن وبعد كده بدخله على الزور. كمية الرز المظبوطة اللي بيحتاجها الزور تقريبا 3 معالق كبار، والبطن تقريبا بتحتاج معلقة واحدة. لو عايزين تزودوا الرز عن كده شوية وتدخلوا بين الجلد مفيش مشكلة، بس أنا بجيب حمام كبير وبيبقى مش محتاجة انفخه برز زيادة. بكتف رجل الحمام عشان الرز ما ينزلش منه، وخلاص كده جاهز عشان أسويه. ميه بقى بتغلي على النار، بحط فيها ملح، فلفل اسود، حبهان، ورق لورا، وبصل. هنزل الحمام واحده واحده وهو مفرود، وبعد 10 دقايق هوطي عليه النار وبسيبه بالظبط ساعه ومش بغطي الحله. بعد ما يتسلق بحمره في زيت غزير، وممكن تحمروه كمان في الفرن لو حابين. شايفين جماله بعد ما اتحمر؟ والرز جواه مظبوط جدا وطعمه رهيب.